مساء الخير، عاملين ايه؟ النهاردة عملت البنجر ومحطتش عملت اللفت سوري، ومحطتش عليه بنجر خالص، محطتش ولا واحدة بنجر. وطلع لونه احمر وطلع احلى من ما انا بحط عليه بنجر. وهنا جبت اللفت وقطعته، هقطعه كله صوابع كده زي البطاطس. وكان عندي كرنباية. وانا بصراحة اتغشيت فيها يعني، جبتها هي كلها من بره لونها ابيض، فخدت الورق اللي ينفع منها ان انا اسلقه وافرزه، وبقيت الكرنباية بقى القلب بتاعها من جوه كان مجعد وكده، فما كانش هيبقى ينفع في السلق خالص، مش هينفع يتفرز. فقلت برضو ايه اخدها اعملها مخلل كده و... ويبقى عندنا نوعين مخلل، مخلل كرنب ومخلل لفت. هنا قطعت كمية اللفت كلها. وجبت حلة حطيت فيها ملح، بس زودت الملح شوية يعني هخليها حادقة شوية صغيرين. وللأمانة يعني أنا بعد كده حطيت حبة خل، نقطتين خل صغيرين، يبقى هنا هزود الملح شوية في المية واحط نقطتين خل. وكنت عبيت في البرطمان، كنت غسلاه كويس طبعا البرطمان، وعبيت فيه اللفت، وهبدأ ان انا اصب فيه من غير ولا بنجر ولا اي حاجة. طبعا اللي عايز يضيف بنجر يضيف عادي. وهنا حطيت معلقتين شطة، قلت برضو ايه تديله طعم كده، اللي عايز يحط هريسة شطة يحطه، واللي عايز يحط بنجر يحطه، بس انا ما حطيتش وشفت لونه كان عامل ازاي من غير بنجر. هاملة البرطمان كده على اخره مية. طلع طعم البنجر، طعم اللفت من غير بنجر حلو قوي قوي بجد. لان البنجر بعد كده بيسود المية بتاعة اللفت، يعني لو اللفت غاب شوية البنجر بيسود المية بتاعة اللفت، لان انا جربته قبل كده ورميت لفت كتير قوي كنت عم حاطة فيه بنجر. اللي عايز يحط بنجر بيجيبه يقشره ويسلقه على النار وياخد ميته ويحطها في اللفت. هنا كنت بقطع الكرنباية بصوا بطريقة عشوائية، كانت لا تصلح ابدا ابدا للتخزين يعني. فانا حبيت اكتر ان انا اعمل اللفت من غير بنجر من غير اي حاجة، وطلع لونه وردي كده ولونه جميل جدا. وبرضو الكرنب انا مش هحط فيه بنجر، انا هسيبه كده على طبيعته زي ما هو. الكرنب استوى وكان طعمه حلو قوي، واللفت استوى برضو كان طعمه جميل، ومزازة الخل فيه كانت حلوة جدا، ولونه فاتح كده وحلو كده مورد كده. لا كان لون وشكل وطعم وكل حاجة بصراحة فيه كانت حلوة. هنا بقى هاملة البرطمان الصغنون كده كرنب. طبعا البرطمان مش هياخد كمية الكرنب كلها. بس انا هاملة بيها بعد كده هحط فيها علبة، يعني هجيب علبة كده واملاها الكرنب اللي هيتبقى هقطعه برضو بطريقة عشوائية كده واملاه. وبرضو من نفس المية اللي حطيت فيها اللفت حطيتها في الكرنب، لان انا كنت مالية الحلة على اساس ان انا هعمل بيهم الاتنين يعني. كنت حاطة في المية شطة وكده، فالشطة بتديلها طعم حلو قوي. اللي مش عايز شطة زي ما قلتلكوا حطوا هريسة شطة اللي هي الفلفل المفروم. هاملة بقى بيها البرطمان كده. فيديو النهاردة صغير وبسيط قوي قوي وسهل قوي. بس انا حبيت اشارككم فكرة ان انا اعمل اللفت من غير بنجر، وبرضو حبيت برضو اشارككم فكرة ان الكرنباية اللي ما تنفعش احنا هننفعها في المخلل يعني. بس انا خدت منها حبة ورق حلوين يعني، عملته فرزته ويعني تعمل حلة حلوة يعني، حبيت الورق اللي انا خدته منها. بس كده، ويا رب لو الفيديو عجبكم تجربوه، ولو اول مرة تشوفوني اضغطوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة.